ترامب سابقا: إن لم يتم إطلاق الأسرى قبل استلام السلطة فسيتحول الشرق الأوسط إلى جحيم. اليوم القدر يقلب الموازين وتغرق واحدة من أكبر ولايات أمريكا في جحيم النيران. لنتابع الفيديو. There is fierce wind, down power lines, power poles toppled over. Things are exploding. Gas lines are on fire. Flames are coming back over PCH, are being blown by fierce winds. It is like driving through. اجتاحت هذه الحرائق مناطق واسعة من لوس أنجلوس، مما أجبر نحو 30,000 شخص على إخلاء منازلهم. اندلعت النيران بسرعة مذهلة بفعل عواصف الرياح القوية، وتحولت من حريق صغير إلى جحيم مشتعل في غضون ساعات قليلة. أظهرت مقاطع فيديو السكان وهم يفرون تاركين خلفهم كل شيء في محاولة للنجاة بحياتهم. أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في المنطقة المتضررة، مؤكدا أن الأولوية القصوى هي سلامة السكان وفرق الإطفاء التي كافحت النيران بلا هوادة. أظهرت لقطات مصورة بتقنية الفاصل الزمني كيف انتشرت الحرائق بسرعة مذهلة، مما يعكس حجم الكارثة التي تواجهها المدينة.